السمك البلطي يا جماعة ما يتعملش غير بالطريقة دي، حرفيًا دي أحلى وأجمل طريقة هتاكلوا بيها سمك بلطي مقلي، مقرمش جدًا، مش شارب زيت خالص، وفعلًا، فعلًا هتعملوه بالطريقة دي على طول. في الأول كده هنجيب السمك ونغسله كويس جدًا وننضفه، ولو السمك بتاعكم كبير لازم نعمل فيه فتحات بالشكل ده علشان يتشرب كل التتبيلة. التتبيلة هتكون عبارة عن فلفل أخضر وفلفل حار وفلفل أحمر، شبت مع كزبرة، عصير ليمونتين، 3، 4 معالق كبار من الخل، وقطعة من الجنزبيل الفريش، وراس توم، ونص ليمونة، يعني هنحط معاهم كمان نص ليمونة بالقشر بتاعها. هنجيب بقى الكب أو الخلاط وهنحط بقى كل الحاجات دي وهنفرمهم ناعم جدًا لحد لما ينزلوا المَيّة اللي فيهم، لازم نضربهم ناعم جدًا لحد لما تلاقوا إن المَيّة بتاعتهم نزلت. هنبهر بقى بمعلقتين كبار من الملح، معلقة من الكمون، معلقة من الكزبرة، معلقة من البابريكا، ومعلقة من بهارات السمك، ومش هنضيف أي بهارات تانية على الخلطة. هنجيب بقى السمك يا جماعة بعد ما بنغسله كويس بنحطه في مصفى علشان يصفي كل المية اللي فيه ويكون ناشف خالص كده. بنجيب بقى سمكة وبنحشي القلب بتاعها بالتتبيلة، باقي شوية التتبيلة اللي فضلوا عندي دول باحطهم في مصفى وباصفي كل المَيّة اللي فيهم، طبعًا المَيّة بتاعة الخضار والخل والليمون والبهارات. هنسيب السمك يتبل بالضبط ساعة. هنحضّر بقى الطبقة الخارجية، هتكون كوبايتين كبار من الدقيق، وربع كوباية من النشا، معلقة كبيرة من الكركم أو معلقتين صغيرين، نُص معلقة ملح، ونُص معلقة كمون، ونُص معلقة كزبرة. هنقلبهم بقى مع بعض كويس جدًا. هنجيب بقى طبق تاني ونقسّم خلطة الدقيق مع النشا والبهارات دي على جزئين، جزء كده هنسيبه ناشف والجزء التاني هننزل عليه مية بالتدريج لحد لما القوام بتاعه يكون اتقل من المية كده بشوية، مش عايزة القوام يكون تقيل، القوام اتقل من المية بشوية. يعني حطيت تقريبا كوباية دقيق عليها كوباية ونص من المية. هنجيب بقى السمك ونغلفه كويس جدا بالدقيق، طبعا السمك سيبناه بالظبط في التتبيلة ساعة، ساعة ونص. بنغلف السمكة كويس جدا بالدقيق ولازم ننفضها كويس من اي دقيق زيادة عليها، وناخدها بقى على الخلطة السائلة وعلى طول على الزيت. طبعا الزيت سخن جدا، في الاول النار بتكون عالية، اول لما السمكة تبدأ تاخد لون ذهبي خلوا النار متوسطة علشان السمك يستوي ويتحمر في نفس الوقت. مش بنقلب السمك كل شوية، هما بنقلبه مرتين بس، اول لما ياخد لون من ناحية بنقلبه على الناحية التانية ونستنى لحد لما ياخد لون كويس جدا وكمان يستوي كويس جدا. وطبعا الزيت بيفضل محافظ على نظافته لحد اخر سمكة. زي ما انتم شايفين كده السمك بيطلع مقرمش جدا 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 ومش شارب زيت خالص، اظن باين على السمك انها مقرمشة جدا ومش شاربة زيت. عملت معاهم بقى شوية رز احمر، اعملوا شوية رز صيادية، طبعا زي ما تحبوا، احنا عملنا الرز مع بعض اكتر من مرة على الصفحة. قدموه بقى كده على شوية كزبرة، على شوية جرجير. اللي انا برش على السمك من فوق ده باقي التتبيلة اللي احنا كنا حاطينها في المصفى وعصرناها كويس جدا من المية، حطيتها كده على وش السمك. ومعاه بقى طبق سلطة خضراء، وبجد بجد يا جماعة مش هتاكلوا سمك مقلي في الجمال ده. السمكة من بره بتكون مقرمشة جدا لأطول فترة، شاربة من التتبيلة، الطبقة الخارجية طعمها حلو جدا ومتشربة، والسمكة بقى كلها كده من قلبها مليانة بالحشوة. الحشوة بتفضل محتفظة كده بكل حاجة جوه السمكة، ولا بتخرج وقت القلي ولا بتقع ولا حاجة خالص. ان شاء الله تجربوه بالطريقة دي وانا متأكدة ان هو هيعجبكم جدا. وبس كده خلاص، الفيديو بتاعنا النهارده خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكم. وكالعاده كده ما تنسوش يا جماعه لو الفيديو بتاع النهارده عجبكم اعملوا لايك وشير للفيديو، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي.